الراجل اللي قدامكم ده انا بقالي يومين ما بشوفش غيره، لدرجه ان انا خايفه افتح التلاجة الاقيه قاعد لي جوه. في اللي يقولك عليه انه شبه الهام شاهين وعامل سكين كير، مصيبه بقى في اللي بيقولوا له مدد يا شيخنا وحضرتك نور، واللي بيقولوا له كده على فكره شخصيات عامه. بس انا جايه بقى النهارده عشان اقول لكم مين هو الراجل ده. والراجل ده يبقى الشيخ صلاح الدين محمود ابو طالب التيجاني، ولد 12 يونيو 1958 السيده زينب، وهو كان تابع للطريقة التيجانية الصوفية. وبقول كان لأن المشيخة فصلته سنة 2000، ده لأنهم اكتشفوا إنه مؤسس زاوية خاصة بيه في إمبابة وعايز يبقى شيخ، حاجة كده زي أنا رئيس جمهورية نفسي محدش يحكم. لكن سنة 2017 المشيخة أصدرت قرار رسمي بالتبرؤ الكامل من الشيخ، واسفه يعني اني بقول شيخ. اتكرر البيان تاني سنه 2019، اتكرر تالت سنه 2024. دول اتبروا منك 3 مرات، ده انتوا لو متجوزين مش هينفع ترجعوا. لكن سبب التبرؤ منه 2024 ده كان كارثه، وهو ان في 3 فتيات اتهموا الشيخ بالتحرش. انا دلوقتي عرفت الزاويه اللي انت كنت عايز تعملها لوحدك كنت عايز تعملها ليه خلوص. وفي بنت من دول قالت ان هي كانت بتلجأ له لان هو الوحيد اللي كان بيسمعها، اما اهلها ما كانوش معبرينها. يعني يا ريت تصاحبوا ولادكم شويه وتسمعوهم عشان ما يحتاجوش في يوم من الايام لشخصيات زي دي. طب هو المذهب التيجاني ده اصلا يطلع ايه؟ بص يا سيدي وصلي على النبي. اول حاجه لازم تعرفها عن المذهب التيجاني ده انه مبتدع، واللي أسسه أبو العباس أحمد التيجاني. المذهب ده خصص أدعية غير موجودة في الشرع، وهم اللي مؤلفينها عشان بعد ما يخلصوا الأدعية والأذكار دي يقوموا فارشين طوب أبيض في الأرض ويستنوا إن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ينزل ويقعد معاهم ويسلم عليهم كمان واحد واحد. شيطان يبكي في الزاوية. خلاصة الحكاية إن الإسلام فيه 4 مذاهب بس: المذهب الحنفي واللي أسسه أبو حنيفة النعمان، المذهب المالكي واللي أسسه مالك بن أنس، والمذهب الشافعي واللي أسسه محمد بن إدريس الشافعي، والمذهب الحنبلي واللي أسسه أحمد بن حنبل. المذاهب ال4 دول ما هي إلا اجتهاد من أصحابها في الدين، يحمل الصواب ويحمل الخطأ. في الأول وفي الآخر بشر، يعني بقى لا تقولي شيعي ولا تيجاني ولا صوفي، كل دول ما ينفعش ينسبوا من الإسلام. إسلام يعني قرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت معاكم ونصر.